السلام عليكم، كيف دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله فيديو جديد ان شاء الله غادي يعجبكم. غندير معكم واحد الكيك هكا طرونش كيك اللي زوين بزاف وسهل في التحضير وحتى في المقادير، ماشي شي حاجه صعيبه. نتمنى يعجبكم الفيديو يا البنات. الا عجبكم ديما ما تنساونيش من لي لايك كيف العاده، بارطاجيو الفيديو مع العائله. وشكرا بزاف البنات على فيديو يعني الاخر يعني تبارطاجا بزاف. شكرا شكرا بزاف الصراحه فرحتوني، الله يجازيكم بخير. ان شاء الله اليوم كيف قلت لكم غندوزو المقادير. عندي هنا 3 البيضات، عندي شاشيه ديال الفاني، عندي كاس مع عامرش ديال السكر سنيده. بالنسبه للبيضه البنات الا عندكم البيض كبير غتستعملوا غير 2 بيضات، حيت هذا الكيك ما بغيتوش يجي عالي بزاف. صافي كنطرب مزيان هاد البيض، شويه ديال الملحه، قبيصات الملحه كنطرب، وسكر فانيلا. كنزيد واحد كاس الا ربع ديال الزيت، كنضيفو شويه بشويه وكنطربو يعني حتى كيبيض ليا داك الخليط. يمكن لكم البنات اللي ما عندهاش طراب تخدموا غير في الكاس ديال العصير، تعطيه غير الوقت حتى كيولي هكا بيض. مقادير بسيطه بزاف. غنزيد واحد ياغورت تاع الشوكولا. لما عندكمش البنات ماشي مشكل، زيدوا كاس الا ربع ديال الحليب، ولكن هذا كيعطي واحد المذاق زوين لهذا الكيك. صافي غنحيد هذا الطراب، تقدروا تكملوا به كما تقدروا يعني تحيدوه. هنا غنضيف كاس تاع دقيق، وغنضيف واحد 2 شاشيات ديال هاد بودرة الكاكاو مر. الافضل البنات يكون هكا بهاد اللون هذا، كاين واحد كحل يعني كيعطي واحد اللون ماشي زوين، وحتى المذاق ديالو كيكون خايب. ما يعادل واحد 2 معالق ما عامرينش بزاف ديال الكاكاو اللي كتشري هكا بالعبار. صافي غنخلط هاد المقادير هكا. مازال خصني واحد شويه تاع الدقيق، درت واحد 4 كاس يعني المجموعه البنات درت كاس وربع تاع الدقيق. وغنضيف واحد 2 خميرات ما يعادل 16 غرام ديال الخميره تاع الحلوه. صافي غنخلط هاد يعني كي بحال الكيك العادي، ما كاين مشكل هنا بحال غير هنا البنات كيبان لكم شويه خفيف، حيت غنستعمل واحد اللطه يعني شويه هكا كبيره، وما بغيتوش يعني يكون طالع بزاف، يعني كنخليه خفيف. هنا البنات قديته غير هكا بهاد الموس باش يجيني مستوي في هاد اللطه هادي. بالنسبه لهاد اللطه البنات كنتو سولتوني عليها فاش درت البسبوسه، فيها 26 على 30، ولكن واخا تكون فيها 24 على 28 يعني ما ماشي مشكل، يعني هاد المقادير يمشيو فيها. صافي درتها دخلتها الفرن طيب عادي كما كطيبوا الكيك ديالكم. انا عندي الفران تاع الضو درتها على 180، كنخليها حتى كطيب من التحت، كنشعل واحد شويه شويه الفوق صافي وكنخرجها. هنا البنات درت واحد شويه ديال الشكلاط. هنا استعملت شكلاط غيش تقريبا واحد 100 غرام، المهم 100 غرام 50 غرام اللي عندكم. وزدت عليها واحد كاس الى ربع ديال الحليب سخون وذوبتها. هنا ملي طاب ليا الكيك خرجته وهو سخون، درت كاس تاع الحليب يعني بارد، درت فيه معلقه ديال القهوه سريعه الذوبان. اللي ما كتبغيش القهوه تقدر دير الكاكاو مع شويه السكر، الا عندكم غير المر.
صافي خليتها دخلتها للثلاجة باش تبرد ليا. غندوز لهاد الكريمه، كندير داك يعني ساشي تاع بودرة الشونتيي، وكنزيد كاس تاع الحليب. صافي كنطربها البنات مزيان. صافي كنمشي لداك الكاناش اللي قديت. هنا راه برد ليا يعني دافي، ما ديروش وهو سخون حيت ما غاديش تطلع لكم الكريمه. صافي البنات درتو، خليت فيه غير واحد شويه للتزيين في الاخر. صافي كنحاول نطرب حتى حصلت على هذا اللون هذا. واحد الكريمه البنات اللي كتجي لذيذه بزاف، كتحسوا بها يعني كريميه مع داك الشكلاط، كتجي الصراحه واعره بزاف. صافي غنخويها ونبسطها فوق الوجه تاع الكيك. طريقه سهله ومبسطه، وهذا الكيك الصراحه كينفع هكا يعني كتوجدوه دغيا ماشي كيتعطل. صافي داك شويه ديال لاكاناش اللي بقى ليا هنا كندير به هكا خطوط عشوائيه. بالنسبه للبنات الا ما عندكمش يعني الشكلاط، انا اغلبيه كنستعمل في الحلو هكا في الكيك هاد الشكلاط غيش. الا ما عندكمش تقدروا ديروا غير داك يوغورت تاع الشكلاط او دانيت تاع الشكلاط، تقدروا تضيفوه يعني لا في الكريمه لا في التزيين، حتى هو راه قاضي غرض وحتى هو راه زوين. صافي هنا ديت هكا بداك العود هكا، درت به داك هكا زواق تاع الملفي. بالنسبه ليا البنات انا هنا قطعتها، مازال ما برداتش، خليوها نتوما حتى تبرد مزيان باش تقطع لكم مقاده. هنا راه رديتها للثلاجه واحد شويه تشدات ليا غير واحد شويه. نتوما خليوها ولا دخلوها للفريغو الا زربانين بها واحد نص ساعه ولا ربع ساعه حتى تشد لكم ديك الكريمه. راه البنات كتجي زوينه بزاف هكا القوام ديالها البنات الصراحه كتجي زوينه بزاف. كنتمنى تجربوها. ايوا غير الا ما بغيتوش تجربوها ساهله وبنينه صراحه. المذاق ديالها زوين وماشي غاليه بزاف. كنتمنى يعجبكم الفيديو، تفرحوا بها وليداتكم وعائلتكم ولا حتى الضياف ديالكم، علاش لا. غنخلي لكم البنات واحد اللين فاول التعليق ديال واحد القناه اللي كتستحق حتى هي يعني صراحه كتستحق طلع. كدير روتينات هكا في الباديه كتفوج على القلب. صراحه فيديوهات ديالها زوينين، كتستحق يعني نشجعوها. غنخلي لكم البنات في اول تعليق. ديك الاخطره خليت اغلبيه كيقولوا لي ما عرفناش فين اول تعليق البنات ولا المنتدى. دخلوا عندها وقولوا لها من جهتي، وغنقول لكم شكرا وبسلامه عليكم.